أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة. في المحاضرة دي بإذن الله هنبتدي نثبت البيئة اللي احنا هنشتغل من خلالها خلال الكورس ده بإذن الله. ولكن قبل ما نخش في خطوات التثبيت لازم نعرف 3 مفاهيم أساسية. انكم تسووا سبسكرايب للقناة، تشتركون في القناة، وما تنسوا الليك يا حلوين. في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا حاجة اسمها التكست اديتور. يعني ايه التكست اديتور ده؟ التكست اديتور هو عبارة عن محرر نصوص زي النوت باد. لما بتيجي تسجل نص معين في ملف تكست بتستعمل برنامج اسمه النوت باد. كذلك الامر التكست اديتور، احنا لما بنيجي نكتب كود بنحتاج برنامج تكست اديتور مخصص لكده. التكست اديتور هو بيبقى مناسب للاجهزه الضعيفه، بيبقى برنامج خفيف وسريع وفي الغالب بيكون مجاني، ولكن مشكلته ان هو ما بيفهمش الكود اللي انا بكتبه. يعني انا لما باجي اكتب كود على تكست اديتور معين زي الفيجوال ستوديو كود هو ما بيفهموش ولا بيقدر يشغل الكود ده. فبنحتاج حاجه اسمها كومبايلر وبيبقى بشكل منفصل. الفيجوال ستوديو كود مثلا من ضمن الحاجات اللي مخلياه شغال لحد دلوقتي ان انت تقدر تثبت فيه اكستنشن وان هو يعتبر بيئه جاهزه لحاجه زي كده. طيب ايه هو الكومبايلر اللي احنا بنحتاج نثبته عشان يشغل الكود؟ الكومبايلر ده باختصار نقدر نقول هو زي مترجم ما بين الكمبيوتر وما بين الانسان. انت بتاخد الكود اللي هو مكتوب بالسي بلس بلس اللي هو بلغتك انت كبني ادم، يحوله للغة الاصفار والوحايد اللي هو لغة الماشين كود اللي احنا شرحناها اعتقد في المحاضرة اللي فاتت او اللي قبليها. وطبعا ده ضروري جدا يكون موجود عندك عشان تقدر ان انت تشغل الكود اللي انت كتبته. طيب عندنا حاجة أخيرة اسمها ال IDE ودي مهمة جدا. ال IDE هو بيئة متكاملة بيضم تكست اديتور، مكان تقدر ان انت تكتب فيه النص بتاعك، وبيضم الكومبايلر، بيضم كل حاجة. فانت مجرد ما تثبت IDE عندك زي الفيجوال ستوديو كوميونيتي انت بتقدر تبتدي تشتغل وتكتب كود على طول من غير ما تحتاج تثبت اي حاجة جانبية. طيب دلوقتي لو انت شخص الجهاز بتاعك ضعيف، طبعا الفيجوال ستوديو كوميونيتي بيحتاج اجهزه كويسه مش عملاقه يعني، ولكن جهاز متوسط، وبيحتاج طبعا يكون عندك مساحه فاضيه لان هو ممكن يعدي حجمه ال 10 جيجا او حاجه زي كده، ونت طبعا. طب لو انت جهازك ضعيف او ما عندكش مساحه او مش قادر تثبت الفيجوال ستوديو كوميونيتي لاي سبب كان، فتقدر تثبت برنامج هو حجمه صغير جدا اسمه ديف. هسيب لك برضو اللينك بتاعه في اول تعليق. طب لو انت بتشتغل من على موبايل ولا معاك بقى جهاز قوي ولا جهاز ضعيف، انت اللي معاك موبايل، هسيب لك برضو لينك برنامج بإذن الله تقدر ان انت تبدأ بيه وتتعامل في البداية، ولكن ما تقدرش ان انت تعتمد عليه بشكل اساسي. يعني مع الوقت هتضطر ان انت تجيب كمبيوتر او لاب، ولكن في البداية عشان ما يبقاش عندك حجة ان انت تبتدي. خلينا نروح لخطوات التثبيت على طول. الت شيفت كنترول واجي هنا على 8. استنى شويه صغيره كده واللعبه تشمعني على طول. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ كيسه سخنت خالص، كيسه سخنت خالص بتدخن. اجري يلا، اجري يا عبد، اجري. عشان نثبت برنامج الفيجوال ستوديو كوميونيتي هتخش على اي متصفح موجود عندك في الجهاز، ولنفترض ان انا هستعمل مايكروسوفت ايدج، وهتيجي هنا تكتب فيجوال ستوديو كوميونيتي وتدخل على اول صفحة هتظهر معاك. هتلاقي عندك هنا خيار اسمه داونلود، نقرب لك كده اهو، تدوس على داونلود وهتلاقي هنا ظهر عندك او ابتدى عندك يحمل الملف بتاع الفيجوال ستوديو سيت اب. هتدوس عليه هيبدأ معاك عملية السيت اب، او ان هو بيثبت لك النسخة بتاعت الانستولر. دي النسخة اللي انت من خلالها هتثبت النسخة اللي انت عايزها من الفيجوال ستوديو حاليا. يعني طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. هنستنى شوية بس لحد ما يبتدي يثبت معانا. طيب لما ان شاء الله يشتغل معاك بالمنظر ده
انت تقدر ان انت تبتدي تخش هنا وتضغط على ديسكتوب ديفلوبمنت والسي بلس بلس اللي هي موجودة عندك دي، تدوس هنا على علامة صح وتبتدي التثبيت. لو عايز ان انت تثبت احدث حاجة اللي هو الفيجوال ستوديو كوميونيتي انسايدر 2026 برضو، هتبدأ ان انت تخش كده، هتلاقي عندك هنا طبعا في الفيجوال ستوديو كوميونيتي 2026 العادي، وفي تحت النسخة الانسايدر. تقدر تجيله من هنا كده، هتضغط على علامة الانستول اللي موجودة هنا، وهتلاقي ظهر لك ابديت، تدوس على ابديت، تستنى شوية. تقريبا هيعمل 2 ابديت، ماشي. تمام، مؤاخذة تقريبا عندي ايرور ظهر او حاجة زي كده. عامة هو دلوقتي بيعمل عملية ابديت للنسخة الانسايدر، وهيفتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتيجي برضو هنا تختار ديسكتوب ديفلوبمنت والسي بلس بلس، تدوس عليها علامة صح هنا، وهيبتدي او تبتدي تدوس له هنا انستول. هنا حجمه هو 11 جيجا ونص، يعني داخل على 12 جيجا. تبدأ تدوس انستول وهيبتدي يتثبت معاك بالمنظر ده. طبعا انا مش هثبته لان انا مثبته قبل كده، بس عشان اوصلك للمرحلة دي فهنعمله بوز وهنوقف وهننزل تحت كده. طيب دلوقتي بعد ما تثبته هتلاقي عندك ظاهر بالمنظر ده بالشكل اللي انت شايفه، فيجوال ستوديو كوميونيتي 2026 انسايدر. هتلاقي ظاهر عندك الخانة اللي هو بتاع لانشر، هتدوس عليها وتستنى، هيفتح معاك النسخة اللي انت هتبتدي تشتغل عليها. طبعا في اول مرة بتفتح بيبقى فيه شوية اعدادات كده، اللون او السيم بتاعك تختار ايه. اختار اي حاجة يعني، مش هتفرق. وبعدين بتيجي بتلاقي عندك خيار اسمه create a new project. ممكن طبعا يكون الشكل مختلف، بس هتلاقي كلمة create a new project، تدوس عليها. تستنى شوية، نقفل. طيب هتيجي هنا تختار C++، تختار كونسول اب بالمنظر ده وتدوس نيكست. وتيجي هنا تسمي اي حاجة، مثلا تيست، اي مسمى، مثلا تيست 4، عامة تيست، وتدوس كرييت اللي موجودة هنا دي. تستنى شوية بكرييت بروجكت، طبعا عشان بس بسجل وبعمل كذا حاجة فهو تقيل. طيب هتلاقي فتح معاك الواجهة اللي انت شايفها قدامك دي. انا مش عايزك تشغل بالك بأي حاجة، انت كل اللي انت محتاجه ان انت تبقى فاهم ان انت بتكتب الكود في المنطقة دي، وبتيجي تعمل رن من هنا. لحظة، كل الحاجات دي هنبتدي نشرحها وما تقلقش، طبعا الكلام ده كله ملوش لازمة. استنى دقيقة كده. دلوقتي عندك هيطبع لك هنا اهو هلو وورلد. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. سلام. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. هو في يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس في الكومنت او في البوست، بحلق وبرق انت